يا جماعه اتعلموا صيني. طب نرجع بقى الموضوع بقى، الواحد اللي هو معهوش 4 جنيه على بعض امثالي كده، لو واحد بقى يعني بيسمعنا يا جماعه والنبي، الناس اللي مطريه على قلبها وبتتكلم في استثمار وذهب وحاجات كده، معهوش بقى اي حاجه يستثمر بيها، او مش عارف يجنب حاجه من دخله الثابت او دخله المتغير ان هو يستثمر بيها، عندك ناس بتسالك عن الموضوع ده؟ عندي ناس كتيره بس الاجابه مش بتعجبهم الصراحه، يعني ما بجاوبهم وهم متخيلين ان انا كده، يعني ده اللي هو السوفسطائيه بقى وحاجه كده في يعني حد يقول لي طب انا معيش فلوس يعني اعمل ايه؟ اقول له استثمر في نفسك. ما هو انت المفروض ان انت الشخص اللي بيجيب الفلوس، الارزاق بتاعت ربنا طبعا ونعم اكيد بالله. بس ربنا برضو قال لك يعني سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لك اعقلها وتوكل، صح. ما قالكش سيبها كده وخلاص. فانت لازم تعمل اللي عليك، لازم تعمل مجهود، انت بتعمل مجهود ورزقك كده كده هيجيلك، بس انت بتعمل اللي عليك، دورك. صح. تمام. فانا دوري ايه؟ ما عنديش حاجه ان انا اقدر اكسب منها فلوس دلوقتي غير الشغل العادي بتاعه. اتعلم اي حاجه جديده، اتعلم جرافيك ديزاين، اتعلم اي اي برومبتنج، اتعلم اي هوايه انت بتعملها، اتعلم رسم وبيع رسوماتك اونلاين زي ما كنا بنتكلم. يعني ابني قعد فتره كبيره قاعد بيرسم ديجيتالي وبيبيع رسومات بتاعته، رسمه ب $2 ب $3، هو بيعمل له قرشين، ما شاء الله. يقعد يحولهم باي بال على حسابي وانا اضحك عليه اقول له مش هجيب ففي حاجات كتير. يعني النهارده مثلا اكتر حاجه بقول للناس يعملوها والناس فاكريني بهزي، يا جماعه اتعلموا صيني. انتوا مش متخيلين شركات كتير قد ايه نازله مصر صيني، وهم بيبعتوا اولادهم يتعلموا في الازهر لغه عربيه علشان ما يضحكش عليهم، عشان يبقوا فاهمين. هم ما بيضحكش عليهم طبعا عشان بس يبقوا فاهمين، بس هم في نفس الوقت لما تدخل على لينكد ان وتبص على البوزيشنز اللي بيحطوها في شركات كبيره نازله مصر مثلا، بتلاقيه حاطط الجوب ديسكريبشن بالمندرين بتاعتهم باللغه الصينيه.